إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. ثم أما بعد، يقول ابن عمر رضي الله عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. الحديث. الحديثين غيثما إلا غيون الركن من أركان الإسلام تساهل فيه كثير من الناس، استهزين زيس خلال العباد، عمت عنه الغفلة بسبب ضعف الإيمان بالنفوس، ألا وهو الزكاة. الزكاة يتمام ذو الركن وسلة من أركان الإسلام، سركس وسلة بالإسلام، عمود الإسلام، ضبط صعرصت من أركان الإسلام. فالزكاة يتمام يشرع سيد الحكيم الخبير لحكم كثيرة وأسرار جمة. وهذه الزكاة يتمام تعود بالمصالح الكثيرة على الأفراد والمجتمعات بالخير العظيم. مردنا سيتمام المعنى الحقيقي للزكاة، مردنا المعنى نفهم المعنى يديوي نفهم المعنى حقا للزكاة. أدنى فيتمام أنه الزكاة لغة هو الزيادة والنماء والطهارة وغيرها. فالزكاة يغناف أنه مرض يزكين بنادم تنرني ثلاث نرنون شينيت بالماليين ذي الزيادة بالبركة غير تبارك رب العالمين بالشينيت بالماليين. فغدنا فيثما مسلاي مشبح للبيع وتصلي فربيع مسلاي سفلاس. حديث النبي صلى الله عليه وسلم: عندما يقال 3 أقسم عليهن. إن النبي عليه الصلاة والسلام 3 من الحوايج أذكال في اللسن يوشر ذيك مع النبي عليه الصلاة والسلام. وحشا ما يقول باش كان خنامل وثلث حواجر غادي قال وثلث حواجر غادي حنل. فهو الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم بلا ما يقول نتمني، ولكن باغي تأكد أنه 3 الحوايج تاهي إلى قد نتنبه فلاس مليح. فقال عليه الصلاة والسلام الحاجة الزواج: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة
وين لقيت ما نسعود اليقين ذي اليقين حقيقة أنه ميلا الصدق أثنو إذرمني ورمقصنار مردنا سيثما منطقيا وعقليا ورياضيا ميلا 900 مليون تفكيك بالزكاة سيني مليون 500 رياضيا يثما نقصن ولكن النبي عليه الصلاة والسلام إبغاء دبي حقيقة أنه هذا الشيء ورقصنار أمش لأنه راح يدبر رب العالمين راح يدخل رب العالمين راح يدعو رب العالمين أكثر أين يسبقتك منه. فقال صلى الله عليه وسلم سلم سيدنا والحديثين مليح يقال تشبح من البيع فصلي فربيع الإسلام سلاس ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان شك صباح يثنى مرد بك صباح إلا سين الملائكة تطارن إلا ملكان ينزلان يقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا شخص وحيث ما انتطر سن الملائكة يدعون يا ربي يوزي السن يدعو يا ربي وين يصدقون فويث ماس وين يقهونن وين يخدمن فويث ماس يا ربي تعاود تصل يا ربي تبارك تصل يا ربي تخلف تصل واهدي خلف رب العالمين بإذن الله تبارك وتعالى. ذي قد يحقق مفهوم حديث النبي عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة تفكيت 100 فرنك أكدفك رب العالمين كفر واهدي بارك رب العالمين كفر واهدي نور رب العالمين كفر. أما وين يبخلن وين يشحن الحق رب العالمين وتفكرا الحق زواليا وتفكرا إلا يون الملك من الملائكة قال اللهم أعطي ممسكا تلفا يا ربي وين يبخل الطف الشح يا ربي تلفس إذا الناس سخص راس التجارة ينس أو يربح ويدعاء من الملائكة. ثم يثما إلى قناع الميوت لحاجة ما نقص مال من صدقة اهدي برك رب العالمين الصدقة كما قال الله عز وجل يمحق الله الربا ويربي الصدقات. الصدقات يثما تضاعف رب العالمين يتبارك رب العالمين لكن يغدينا رب العالمين قواريس وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. ويجني غرس ضعف رب العالمين ويجني غرس ضعف رب العالمين. ولكن شو بغي غادي غيثما أنه البركة بركتان فلا بركة حسية فلا بركة معنوية. ثلاثة من البركة قال نص بركة حسية يعني البركة اللي غادي تبارك رب العالمين تصعيش سكانس المحسوسة تصوالي تص أنه الخير يرنا تجارين تنجح الشين يرنا يسوع سعد رب العالمين في الله يرنا بالشيء يعني ما كانش أمر محسوس أعطيت سوالي تكا ولله الحمد والمنة. ولكن ما يلوث ولا ترى البركة الحسية أنه إذا رمنيك ورنا نرى التجارة ينكو تنجي حرا بل كتنوت على أنه الزكاة اللي سكاستكيين سينا يقدوين الخسارات لا. ثلاث من البركة قال الناس بركة معنوية. ذا شو ذا البركة المعنوية أنه يهدي بارك رب العالمين الصحيني
أجدي بارك رب العالمين كتواشولتيك، أجدي بارك رب العالمين خاميك، أجدي بارك رب العالمين مولانيك، أجدي بارك رب العالمين الشينيك، أدي سبع رب العالمين في الله الهلاكات، أدي سبع رب العالمين في الله المصايب، أدي سبع رب العالمين في الله المشومل، أدي سبع رب العالمين في الله هي الحاجة غير ديسن أكثر أكتي سبع رب العالمين ثيا وتحص تصارع، ولكن رب العالمين يسبع ذاك الصدقة يصدقتك منه ثيا مسقر بركة معنوية. إذا لا يثمى ثولا ما كانش مرة الزكاة الصدقة يغدف كان رب العالمين حقيقة يفكي يغسدي العمورة في النار ما إلا تصدقتينا عالم يوث لحاجة أنه تخدم طران المزيان رب العالمين وتخدم طران المزيان زواليين الفقراء، أما كي المزيان يتخدمض إلا قد تعلمت أنه كان شطاد الشرف الفضيلة يوفقك رب العالمين تصدقت، يوفقك رب العالمين تزكى ويد الشرف، لأنه مرض نقليت ما حقيقة الأمر أنه مذري من أيدي ذري من رب العالمين، أما تشير الشينا ما تشير ذري من النار ما تشير ويثن تصدحروش ينا. ولهذا رب العالمين شو قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. اسم رب العالمين ذي ذري من ربي وآتوهم من مال الله، أما تشير الشينج ما تشير الشنة ذي ذري من رب العالمين يختف كان إدي ويغدنك سكان الحق رب العالمين الحق زواليين وغنى رب العالمين وما تنفقوا من خير فلأنفسكم. ما إلا نخدم شرا غيثما أرث نخدم راني ربيع، يعني أرث نخدم راني ربيع راح رب العالمين وريسن فعرس وكاش النيع. يقرد النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي أن تغد رب العالمين يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وجنكم وإنسكم كانوا أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيئا. العبادي قالوا كان ذي المزورة ذي القرى ذي الجن ذي الأنس أذي لكن ملان ذي المؤمنين أكن ملان ذي الأتقياء إن يكون أرثر النمول إذا زحي الملكيو ورث نفع مرة. وفي المقابل لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا أفجر قلب رجل واحد ما نقص في ملك شيئا. العبادي قالوا كان ذي دين زورة دين قرى ذي الجن ذي الأنس إكل إنسان الفجار إكل إنسان الكفار يورزي سنوري تسامن رب العالمين يورزي سنوري أداغ الحق رب العالمين إنه يكون تشغل مر ويتنقص مرة كان شتاء غزو حش ماقي الملكيو أثقر الناس يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. العبادي أكن شتاء العميل نول إن كيحسوا غاكم تيدا أنت في يوم القيامة ما إلا في ذكران الخير ما حمد ربي نتشكر طفل لأنه رب العالمين يكي وفقك وما إلا في ترى أكيش تنيا أتشلومت أنا قال العمريش. ولهذا يفهم النبي عليه الصلاة والسلام يقارض يقول ابن آدم مالي ومالي شي قارن كي تزالو تبكيرو تشميرو في غليو سوي خندستيدينو قالوا كان ماشي ذكرني غير تبكيرو قالوا كان ماشي تسحر شنيا قالوا كان وشمر غاره في غليو روح مالا غيدي فكر بالعالمين شرا وين الخطأ وين غير تخميم من سنفوما غاثاني غلط 100%. قالوا كان ماشي ضرب العالمين يكدف كان الصحة أزرت مرة تسكر الصباح
أتسكر تتشمرت في غليك نرى تخدمت ألو كان ماشي رب العالمين كيف كان يوث النعمة كان إلى المقر نعمة البصر سكتت وروح مرة تسكر تتصفى تتشمرت في غليك نعمة مرة تسهيتنت إفكاك انت رب العالمين يوفقك باش كذلك انت السبة يواكن تصلت على الخيرية فنسي قال العبد يرمني وكان شتري الشين يقول ابن آدم مالي مالي قال صلى الله عليه وسلم فليس من ماله إلا ما أكل فأفنى ولبس فأبلى وتصدق فأبقى ورسعي طلام الحاجة للشين أنا قريني تشيد يفوت أين قريني تنصيد ذا جديد يقل دقذين أنا قريني متصدقت يقيمت ذي غدنا رب العالمين يثمار والباقيات الصالحات أين ردق من الصالحة أين متخدمة الصالحة أرثفت يوم القيامة والباقيات الصالحات خير عند ربك يوم القيامة ثوابا وخير أملا ذين الخدمة كبند مرثفت ذين الفعيلي ذين الخدمة بالعمل أرثفت ولهذا قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث مرة ذمة بندم أتتبع نوز كاين ثلاث الحوايج يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله أتقلني مولانيس الحبابيس الجيرانيس المولانيس الخواليس العموميس أتقلن ينشغلون في الدنيا واكسهون تأكد راحة نكسهون ما إلى ذي مني كي تجي تكين أثور في الورثة ورثينيش وغثبطون وثبرتجن وغادي تواجه أدي قيمة نقر العملين ليس قال والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا الزكاة يغيثنا ذو الفرض يفرض اقصد رب العالمين يقرض النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاذ يكشي على النبي عليه الصلاة والسلام اليمن اسمك الشيع معاذ إلى أهل اليمن إن يس النبي عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما أهل كتاب فأول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنهم أطاعوك أو أجابوك لذلك فأعلمهم أو أخبرهم أن الله عز وجل قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة مرد استجبر شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله شمل الإسلام لنقد يستركز العمود أبوطو الركن والسين وهو الصلاة لأننا من يسدعوه لأننا كان يفرض رب العالمين في ذلك المتصلين قاس 5 بردان فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة هي الزكاة صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ثم من الحكم يتمام شرع رب العالمين الصدقين الزكاة هي تطهير للنفوس وتطهير القلوب وتطهير للذنوب والخطايا كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها إذن يتمام الزكاتين يتطهرك زي رب العالمين يتطهرك من البخل يتطهرك من الشح يتطهرك رب العالمين من الذنوب يتطهرك رب العالمين من الخطايا ولهذا غيثما في المقابل يتصفق رب العالمين العقوبة ثم قرار يوينك استهزان بالشاعرية والدارة من الحق رب العالمين الحقي زواليين قدوني أقبل الآخر عقوبة تارك الزكاة تكون في الدنيا قبل الآخرة قدوني تيتمام يقرد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا
أي قوم أي بلد ثدر العباد أذمن عن الحق رب العالمين وتفتمر الحق رب العالمين في زواليون الزكاة إلا غا نحرم رب العالمين وسندي تفكر الهواء وسندي تفكر الماء وسندي تفكر المطر أن يحرم رب العالمين وتعالى ما يثمن النعمة يوم ومان زي سيسر إيه بنات معيشة الدنيا وجعلنا من الماء كل شيء حي ما ينامونش ومان ثموث تفنى القعر كل شيء سدوم سواما يقال رب العالمين أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. يقال الإمام مجاهد رحمه الله تقول البهائم يعني تلعنهم البهائم تقول لعنة الله على بني آدم هذا بسبب ذنوب ومعاصي بني آدم. الحيوان يثمان ذا الطير ذا بعوش هذي لعن بنادم أكيني ما كانش تن السبايين ذنوب من بني آدم يحرم رب العالمين في الهواء السباسل ولكن ساعة رحمة رب العالمين يتكتكيكر الهواء والنفس قطير الضاس قطر كان وشو لأنه ماشي يود ما ولو ماشي يود ما ولو يود ما ون الحيوان الطير إلا وسعان أي ذنب ورسعان أي ذنب يطلب رب العالمين أغور صن إسقطر ذكا خير الهواء وإلا يمكن يقول تستهلا ويقدوني بالآخر تيجمع يقال رب العالمين والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ويجنيك جمعين ويجنيك حرزن ددهب ذا الفطار ذي الرمان ذين يدوان يديوين ذي توازكين يحرزيه تجمعين يشوحي بخل وين غادي توعد الفلاس زيس يوم القيامة. يقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيصلى بها في جهنم أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه بلهمزتيه فيقول أنا مالك أنا كنزك. ونرى ذي جمعا هذي كرز هذي حرز ذي ذهب ذي رمان الفطار ولأدار الزكاة سن إنايك النبي عليه الصلاة والسلام يدري من أي يوم القيامة مزد قلن ذا شوث ذا زرم أفعى حية شجاع اسمه النبي عليه الصلاة والسلام شجاع لشجاعته وقوته شجاع أقرع. شو المعنى ما معنى أقرع شجاع أقرع أكنت ولا ما يثمى أزرم الأفعال إسعى لطوني لكا السوف لكا سلقوان يتشور السم يفرطس يعني ما تشيد الحاجة يتصور الإنسان سلقوة ما يثمى نصر مي نغل كبري نغل أفعي سلقوان يتشور السم يفرطس لشو راس يخدم يوم القيامة أثيع الذنب ويطوقه وسقار ذين كيدي ذري منيك ذين كيدي كنزيك إثلتك إثلت بخلط شحط وثقد طرازيس الحق رب العالمين الحقي زوالية. إذا يتماق في الولم أنه ما تشيد استهزئ يدي وين نستهزئ أكنا لا غنفك القيمة من الزليت أكنا لا غنفك القيمة الزكاة تظليت الزكاة يتماق باش كذبين رب العالمين عظم شأن الزكاة قارنها الله عز وجل بالصلاة في أكثر
من 83 آية أو 84 آية في القرآن الكريم. الصنف رب العالمين قرن الله عز وجل الزكاة بالصلاة، وأقيموا الصلاة تشرد تبعا وآتوا الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، أكثر من 83 موضع يجمعيتهم رب العالمين وانتفى القرن. إذن يتما ثين تبين الأهمية أولا ناغ الحكمة يدي الشرع الحكيم الخبير الزكاة أنه تقالس الفوائد ذو الخير الأفراد المجتمعات، ثم وين مستهزن زي سيد ماخذ ولم الشغل العقوبة تفكر بالعالمين بالدني أقبض الآخر ثين يتما ما تيسر من حكم قدر سيدي سدون إن شاء الله تبارك وتعالى ما يجعل رب العالمين ذا الحيين الجمعة غادي يسدون أدنى اللغة مفصلة بعض حكم الزكاة، أدنى اللغة نفكرة الحكم يتم يدي شرع رب العالمين الزكاة وتنفكك الشروط كي توجب يون رزقيا نوري السكرة. وبالمناسبة يتما بالمناسبة نصاب الزكاة وسكسية 70,550,000 هذه تقبل رب العالمين في لنا وفي لكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله